اهلا بكم اصدقائي. بعد الفاصل نيجي بقى نتكلم في نقطه، بس عايز اشكر الساده الافاضل، الساده المحترمين، وعنهم اهل دمياط. اهل دمياط كان يعني في حاله محمد ابو تريكه جم ممثلين بثلاثه من الشباب المحترمين، منهم الصديق العزيز علي الشامي، جم لتكريم محمد ابو تريكه. ده علي الشامي مع محمد ابو تريكه وزملائه اللي كانوا موجودين معاه. ده تكريم تريكه كافضل لاعب، هديه خاصه، جابوا له هديه خاصه كافضل لاعب محلي في القاره السمراء. يعني بشكرهم ان قطعوا كل هذه المسافه وقطعوا كل هذه السفر الطويل عشان ييجوا ويحضروا يوصلوا هذه الرساله. خصونا في برنامج ميديا سبورت هذه الصور او بهذا الدرع، احنا كبرنامج ميديا سبورت، بخصوص ان برنامجنا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني نحمد الله ونشكر فضله. كاهل دمياط بيعتزوا بيه ومقدمين له هديه محترمه، اشكرهم عليها شكرا جزيلا. بشكر علي وبشكر زملائه وبشكر كل اهل دمياط، بشكر اهالي شهداء دمياط، باسم عتمان وخيري فتحي ومحمد سمير، بشكرهم جدا جدا جدا، بشكر اهليهم شكرا جزيلا. سنبقى معكم دائما ان شاء الله باذن الله، مش هننساكم، وسيبكم اللي بيصطادوا في الميه العكره، وسيبكم من اللي عاملين فيها حاجات غريبه كده بنشوفها وبنعرفها. بس لازم تعرفوا ان احنا بنشتغل او بنعمل هذه الفقره عشانكم انتوا ليكوا انتوا بس، لا اكثر ولا اقل. فاي مزايدات اي حاجه لا يعني مش هتخلينا ان احنا نهدى، نتضايق، نزعل. اهم حاجه عندي في القصه كلها انا وكل زملائي هنا في البرنامج هو انتوا، اهالي شبابنا اللي راحوا. بس لان في الاول وفي الاخر شباب وفي سن ديكوا شايفين كل يوم. دايما بحب اسال على السن دي، رساله بس يعني بقصد اوصلها للناس. 15 16 21 19، اكبر واحد لغايه دلوقتي في كل المداخلات اللي عملناها كان 31 سنه. انا فاكر بالظبط الارقام بس يمكن الاسم غايب عني. 31 سنه، الباقي كله 15 16 17 19 21. اللي كان هيخطب، اللي كان لسه في اخر سنه، اللي كانت نتيجه الترم الاول هتطلع، اللي كانت مش عارف، اديكوا شفتوا كلها. وفي الاخر بعد كل ده، ما انتوا خدتوا، ما انتوا عملتوا، ما انتوا سويتوا، ما انتوا مش عارف ايه، والفاظ وكلام غير مقبول على الاطلاق، غير مقبول على الاطلاق. زي ما قلتها يمكن لابو تريكه، الناس دي محتاجه حاجه واحده فقط، محتاج ان انت تطبطب عليهم، لان هم في الموضوع نفسه اللي مش عاجبه هذا الكلام او مش عاجبه هذا الموضوع. طيب تعالى كده، هات كنوز الدنيا وملايين الدنيا، خدها ورجع لهم لولادهم. فنسال الله الا يكتبها على احد، وان ما حدش يجرح حد. بلاش الجرح في الحته دي بالذات، ارجوك، وبلاش نجرح الناس في الحته دي بالذات، لانها في الاول وفي الاخر عيب فعلا ان احنا ندوس على الجرح في حته بالذات. الحاجات اللي بيبقى فيها ماليات مش عارف بتبقى محرجه وبتجرح. فاتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله نحاول كده نقرب من بعض، ما نقعدش نضايق بعض. بلاش الحته دي خالص خالص خالص. ده المهم يعني. بشكرك يا علي وبشكر كل اهل دمياط، تحياتي ليكم، وربنا يكرمكم دايما كده، تبقوا صوره مشرفه لمحافظتكم ولجمهوركم ولناديكم اللي انتم بتحبوه، جمهور ونادي الاهلي. تحياتي ليكم كل زمايلك ولكل اهل دمياط. طيب نروح للتقرير، تقرير الرياضه المصريه في 2012